النجمة لطيفة، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن وبلبنان. اهلا بيك، اهلا وسهلا بميوزك نيشن حبايبي انتو. هو الحمد لله انه سولد اوت من قبل ما اجي باسبوعين او اكثر. انا فرحانه جدا لانه هذا المسرح هو منبر قوي وعظيم وتاريخي وسيظل دائما من اهم المسارح في العالم العربي. فانا سعيده انه هم اجوا اليوم كل الاعلاميين، واعتقد انه دورنا احنا الفنانين ودور كل المبدعين وكل الاعلاميين انه يتواجدوا في هذه التظاهرات الفنيه، لانه ما يحصل من طمس لثقافتنا ولاجيالنا ولحياتنا في العالم العربي شيء كتير قوي وشيء كتير محزن وكابوس عم بيمر على العالم العربي. فإحنا لازم نكافح ولازم نقاوم كلنا كإعلاميين كفنانين كمبدعين كشعب عادي كأم بتربي ابنها. كل هالأجيال لازم تقاوم بهذه الأيام يعني. هي غرامك مزيف ضميرك عدم. لا اللي بده يغني يفعل كلنا نحن. شوف أنا أعتقد إنه إحنا بهذه الظروف الصعبة مطلوب منا إن إحنا نغني لأوطاننا، مطلوب منا إن إحنا نبعث روح الانتماء لأوطاننا ولبلداننا ولأجيالنا ولشبابنا وناسنا أقوى، لأنه اللي ماسك سلاح وعم بينام في البرد وفي الصقيع وعمال يحارب عشان يأمن لنا حياتنا محتاج يسمع شيء يفرحه، محتاج يسمع ناس بتغني عشان يطمن أكتر ويحارب أكتر. فإحنا محتاجين إن نبقى سند لبعض يعني. عرفنا انه حتنزلي اغنيه جديده وطنيه لتونس باسم تسلم عليكم تونس من توقيع المبدع الفنان القدير لطفي بوشناق باول تعامل بيناتكم. خبرينا اكثر عن الاغنيه وامتى نحط بصر النور؟ الاغنيه تهبل حلوه برشا، ولطفي خويا وحبيبي الله يحميه ويطول في عمره يا رب، وفنان انا افتخر فيه وارفع راسي فيه يعني في تونس. هو وصابر من اهم فنانيننا في تونس. عملي هالاغنيه واحنا توا دخلنا الاستوديو سجلتها، بس قاعدين نحضر فيها ان شاء الله قريبا باذن الله تطلع يعني. بعد النجاح الكبير لألبومك الأخير أحلى حاجة فيها إلكترونيا وأيضا بالأسواق وتصدره بالعديد من متاجر الموسيقى، شوف عندك أعمال عم تحضري لها حاليا؟ هلا مركزة في الدراما، عندي مسلسل مضيته إن شاء الله اسمه كلمة سر، إنتاج دراما هاوس، وكاتبه الكاتب الكبير أحمد عبد الفتاح،
واخراج الفنان الكبير سعد هنداوي، ومعايا نجوم كبار جدا، فرحان ان احنا نكون مع بعض. الفنان الكبير هشام سليم، الفنان الكبير حسن يوسف، الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، الفنانة الكبيرة ريهام عبد الغفور، مجموعة كبيرة. لسه الكاستينج بيحصل وإن شاء الله هنبتدي نصور آخر الشهر ده بإذن الله. أنا مؤمنة أنه هذه الحياة فانية، هذه الحياة لا تدوم، لا يبقى في الحياة غير ما تقدمه من عطاء إنساني حلو، لأن أنا مؤمنة أنه المليارات ما بتسوى غير أنه الواحد يقدم شيء يبصم. أنت الآن لما تقول فيروز ولا تقول أوناسيس؟ أكيد فيروز. لما تقول ما أعرفش أنا، يعني أنا مع هاي القيمة المعنوية، مع هاي القيم الرائعة الرائدة الجميلة الحلوة اللي بتحلي حياتنا واللي بتقوي ثقافتنا وحياتنا. في خبر كتير فرحنا هلا قلتي حضرتك انه حيكون عندك اكثر من حفله بلبنان عم تحضريها مع المايسترو إلي العليا. قد سعيده انه حترجع تلتقي محبينك بلبنان اللي كتير متشوقين يشوفوك. كثير فرحانه لانه انا بموت بالشعب اللبناني وبحب ذوق الشعب اللبناني، واغنيه كان جس النبض في نجاحها الشعب اللبناني من بنص الجو اللي بحب في غرامك. من اول ما ابتديت اغنيه والبوماتي كان المقياس دائما انه الله الغنوه دي نشأت في لبنان. ففي علاقه كتير كبيره بيني وبين الشعب اللبناني. ان شاء الله حيكون عندي تورني باذن الله هالسنه ان شاء الله. الورد البلدي وتعيش الحلو العصري، يبقى انت اكيد المصري والعربي تنادي باسم بلادي، تعرف بالعربي تنادي باسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت اكيد المصري. بشكرك. انت شقي جدا على فكره. هلك الدنيا من بدري ايه بس ميرسي على اسئلتك تجنن. وبقول ميوزك نيشن بشكركم جدا، بحبكم كثير لانه انا ولطيفه اونلاين كل عائله لطيفه بتحبكم وبحب متابعتكم لإلي وبحبكم كثير، ويوميا بشوف ميوزك نيشن شو منزلين. وميرسي بوكو، شكرا لكم.